تشوف العجب. لكن شيء ما يشرفش الكره الجزائريه وما يخليش الكره الجزائريه تزيد تتطور. هي صورة فريق في الواجهة، فريق اتحاد العاصمة ولا فريق آخر. أي معلومة راح تعد سلاح مضاد اللي راح يستعملوه ضدك، اللي من خلاله يمكن للنادي أن يصل للعالم. هو العلبة السوداء نتاع أي هيئة ولا فريق وطني. المكلفين بالإعلام والاتصال هم بمثابة الواجهة الفعلية والصورة الإعلامية للهيئة الرياضية، وذلك عبر تزويدهم بالمعلومات اللازمة حول جديد المنتخبات أو الأندية. هو منصب جد حساس جدا، يكون همزة وصل بين وسائل الإعلام أو النادي، هو اللي يكون أكثر نشاط أو حيوية في النادي. الفريق قادر يكون بأبهى وأحسن صورة من المكلف بالإعلام، وقادر يكون أسوأ صورة من المكلف بالإعلام. خلية الإعلام ولا خلية الاتصال على مستوى نوادي كما قلت هي لازم تكون الحلقة الأساسية بين الفريق والمناصر ولا حتى الفريق ووسائل الإعلام الصحفيين، لأنه الصحفي من المفروض أنه المعلومة راح تجيه مباشرة من خلية الإعلام ولا خلية الاتصال. هي مهمة أساسية يعني في صنع ورسم صورة للنادي لدى الجماهير، لدى وسائل الإعلام، ولدى كل المتتبعين لكرة القدم بصفة خاصة. توصي ليماج تاع الفريق، هي صورة فريق في الواجهة، فريق اتحاد العاصمة ولا فريق آخر، لازم لا فيترين تاعو سي لا باج اوفيسيال ولا لو سيت. إظهار صورة النادي أو الفريق الذي ينتمي إليه هذا الإعلامي، التركيز على نشاطات هذا النادي، إنجازات هذا النادي، التحديات التي تواجه أيضا النادي. فمسؤولية أكبر بتكون، المسؤولية الملقاة على عاتق المسؤول الإعلامي أكبر. لدى المكلفين بالاتصال على مستوى الفرق أو المنتخبات مهام كبيرة ومسؤوليات عديدة، أبرزها تسهيل مهمة الصحفيين بإجراء اللقاءات والحوارات، وكذا وضعهم على دراية شاملة بمواعيد الحصص التدريبية وإعلامهم بمواقيت المناطق المختلطة، وكذا الندوات الصحفية قبل وبعد التظاهرات الرياضية. من المهام الأساسية للمكلف بالإعلام هو أن يجب أن يكون هو نقطة الربط أو التواصل بين النادي وبين محيطه المباشر ومحيطه غير المباشر. يعني لما نتكلم عن المحيط المباشر هي الجماهير النادي، محيط النادي المباشر من مسيرين، من إداريين، من وحتى لاعبين، إضافة إلى المحيط غير المباشر وهو يعني وسائل الإعلام التي تتتبع وتنقل أخبار الفريق. بعد ما نوصلوا المعلومة للأنصار، عدة وسائل الإعلام تأخذ علينا المعلومة. دور الصفحة الرسمية كان تريز امبورطون بارابول وسائل الإعلام، كانوا يدوا الصور والحوارات من الصفحة الرسمية. نقدر نسهل الوصول إلى المعلومة للقنوات التلفزيونية، للمواقع الإلكترونية، للجرائد. نعطي لك المعلومة في وقتها ونعطي لك أنا الحاجة اللي راني حابة. الندوات الصحفية قبل المباراة، بعد المباراة، المناطق المختلطة لي زون ميك، كيفاش يديروا لي زانترفيو، كيفاش نفورميو لي زوفيسي ميديا. يعني كل فريق لازم يكون عنده منسق إعلامي. من وراء الستار هناك عمل جبار كبير، يعني في تحضير، في الاهتمام بأمور كثيرة، بجزئيات، بملفات. نشر أخبار الفريق، متابعة أخبار فرقها أول بأول، سواء حصص تدريبية، كواليس، حوارات حصرية. وفي بعض الصفحات يعني اللي ما زالت يعني بعيدة بعض الشيء. من أهم شيء يعني الاحتراف، يعني نخلي الفرق يقترب من الاحتراف، هي توثيق الصفحة الرسمية، ونقدر نقول الصفحات الرسمية على مستوى مختلف مواقع التواصل الاجتماعي. لا يقتصر عمل المكلفين بالاتصال على طرح الأخبار وفقط، فهناك من يضطر إلى التحفظ عن جديد بعض المستجدات والقضايا الرياضية بنية حماية الفريق من الإشاعات. بالمقابل يستلزم بالضرورة في بعض الأوقات خروج المكلف بالإعلام بتصريحات شافية
لتفنيد ما يدور من أكاذيب ومغالطات من أطراف تحاول زعزعة استقرار النادي والسباحة في وحل المستنقعات. كاين بعض المعلومات نشوفهم عند الانصار ومازال ما وصلتناش حنا في خليه الاعلام. لحقنا لوين كاين دي فويت تلقاها خارج اسوار الفريق، سي با نورمال. لازم خليه الاعلام هي اللي تكون الاولى، هي اللي تمد المعلومه، واسمها خليه الاعلام. انت اللي تعلم المناصر وتعلم الصحفي، تلقاها عند الصحفي وما تلقاهاش عندك انت. ممكن تكون امام امور يعني كما نقول حساسه، تعرف كيفاش تتعامل معها، كيفاش تسيرها، ودائما في ستره وفي يعني في سر وفي احترام، يعني في تحفظ كبير. المهنه هذه تتطلب تحفظ كبير يعني. هو صعب هنا في الجزائر. لماذا صعب؟ لأن أي معلومة راح تعد سلاح مضاد اللي راح يستعملوه ضدك في ممكن على سبيل المثال في مباراة أو في تصريح خاطئ. راح يفتح باب التأويلات والإشاعات، وتولي في حاجة واحدة أخرى. إذا كنت أنت يا مكلف بالإعلام على مستوى نادي ما راح تعطي معلومة، إذا تأخرت راح تولي تعطي معلومة وتجي تعطي معلومة أخرى، راح تفند الإشاعة هذيك ولا تفند المعلومة اللي يعطوها في لي ريزو سوسيو. الآن قلت لك رانا في زمن ديجيتال، لي ريزو سوسيو كثروا الصفحات. صاروا مناوشات بين لاعبين في التدريبات تلقاها مكتوبه في الصحافه، علاش لي فويت تخرج هضره وكذا. انا دوكا كمكلف بالاعلام يصرى مناوشات بين لاعبين، ما راحش نكتب في الصفحه الرسميه باللي ضارب فلان مع فلان، فهمتني؟ كاين امور اللي يتحطوا وكاين امور اللي في المعقول. نوع آخر لا يريد حتى القيام بالإدلاءات أو التصريحات مخافة فقدان المناصب والمقامات، وهو بمثابة تجرد من الأولويات وتهرب من المسؤوليات. المفروض ان النوادي يعني تسخر كل الامكانيات لتحسين هذه الصوره، ولا تكتفي ربما باشخاص ما نقولش محترفين ولكن يفتقدون للكفاءه اللازمه وللتكوين اللازم. علاش يقول لك مانيش حاب نهضر وما عنديش الوقت، ولا خلي يشوف واحد اخر، ولا تهضر. راك في فريق اتحاد العاصمه ولا فريق واحد اخر، راك سينيت كونطرا في الفريق، هذه هي لافي دو روت. لانه ماهمش الناس المناسبين في المكان المناسب تاعهم. تلقاهم مع عمره ما خدم اتصال ولا عمره ما اشتغل في الاتصال ولا في الاعلام، تلقاه حاكم خليه اعلام ولا اتصال لنادي ما. اغلب النوادي ولا اغلب رؤساء النوادي ماهمش عاطين اهميه كبيره لخليه الاعلام ولا المكلف بالاعلام على مستوى الفرق تاعهم. كاين فرق وين اخر اهتماماتها هو المكلف بالاعلام، ولا اخر اهتماماتها هو خليه الاعلام على مستوى النادي تاعو. المكلفين بالاتصال على مستوى الأندية الجزائرية يشتكون من بعض العقبات والصعوبات، والتي تشمل في نوعية وطريقة التواصل مع رجال الإعلام، فلا يمكن إشباع جميع رغباتهم، كما يستحيل على المكلف بالاتصال الرد على جميع المكالمات والاستفسارات، خاصة مع انشغاله بارتباطات تتماشى وأجندته اليومية. الصعوبات الوحيده هي بالك مع المحيط. المحيط لازم يكون يتفهم اكثر، المحيط لازم يعرف الظروف اللي يعمل فيها المكلف بالاعلام. المحيط كذلك لازم يفهم كذلك باللي هذا المكلف يعمل بالامكانيات اللي عنده، فاهم للواقع اللي يعيشه هذا النادي اللي يعمل به، ومتفهم للأمور المحيطة أيضا، متفهم للمشاكل، متفهم للصعوبات، أن يتعامل مع كل الظروف، ضغط عمل، أن يكون مرن سلس في التعامل. من جهة أخرى لابد على المكلف بالإعلام على مستوى الفرق الجزائرية تدارك بعض الهفوات وتحسين طريقة نقل وإيصال المعلومات، كنشر الأخبار في وقتها المحدد مع إرفاقها بالفيديوهات والصور الحصرية. إلى جانب ذلك الحرص على الصياغة الجيدة والدقيقة. الصيغه نتاع المنشور، هناك مناشير
المكلف بالاعلام يديرها لنفسه لوحده. هناك مناشير اخرى تدخل فيها يعني جهات اخرى واطراف اخرى، مثلا رئيس الاتحاد، مثلا الامين العام، الناخب الوطني، فهمت، اطراف اخرى تدخل باش المنشور هذاك يكون في المستوى، يكون واضح، تجي في وقتها. تسيير التوقيت مهم جدا. مثلا لاعب كانت له اصابه، الكل يعرف باللي له اصابه، ولكن ما دام ما تعرفش نوعيه الاصابه واهميه اعطاء المعلومه ما تقدرش تمدها. عندما يجي الوقت الملائم والضوء الاخضر يعطى من طرف طبيب الفريق، الناخب الوطني، هنا نقدروا نمدوا المعلومه. نعطيك مثال، من ذاك لي بوبليكاسيون يكونوا احنا معظمهم يكونوا باللغه العربيه. فريق جزائري يكتب باللغه العربيه. دي فوا كاين دي بوبليكاسيون وين نديروا باغ اكزومبل كلمات باللغه الفرنسيه ولا باللغه الانجليزيه. علاش كتبتوا باللغه الفرنسيه؟ علاش كتبتوا باللغه الانجليزيه؟ هادوما كامل ولينا نديروا لهم حساب باش ما نطيحوش في الغلطه. ولا ما نساوش انه عندنا متتبعين من خارج الوطن وعندنا كذلك لاعبين، دونك اوبليجي هنايا راك مجبر تكتب باللغه العربيه والفرنسيه والانجليزيه. يعني ما التفاعل راح يكون ضعيف تقريبا منعدم. يعني اليوم نكتفي بالمعلومه اللي يمدها اي شخص، يعني يقدر يمدها اي مناصر، يعني ماهوش مهيكل يمدها الفريق. يعني رانا في نفس المستوى اليوم، النادي راهو في نفس المستوى الشخص العادي الذي يملك صفحه فيسبوكيه. هذا الشيء اللي خلى المكلفين بالاعلام ولا الناس اللي راهي تهتم بالاعلام على مستوى النوادي ناقصه شويه. لكن الان في وقت الديجيتال معلومات تصرى اليوم بعد دقيقتين 3 دقائق تلقاها في لي ريزو سوسيو، في تقديم المنشورات، في تقديم الصور، في عرض الصور بشكل سريع، بشكل حصري، بشكل جذاب ولافت للمشاهد والمتابع والجمهور. للأسف اليوم لأن الصفحات الإعلامية والصفحات الفيسبوكية للأندية تسير عن طريق الهواة، وهذا شيء مؤسف جدا. لماذا؟ كما قلت لأن الأندية ما عندهاش تصور بخصوص الإعلام، ما عندهاش تصور فيما يتعلق بصنع الصورة، ما عندهاش تصور في ما يتعلق بالتواصل مع المشجعين، مع الأنصار، مع الشركاء أيضا، يعني شركاء الممولين. لهذا لأن ربما فكر الأندية يرتكز أساسا في نتيجة المباراة وفقط. متتبعون يجمعون على أن المكلفين بالإعلام في الغالب ملمون بعالم كرة القدم الحديثة، أم هم بالدرجة الأولى مناصرون عاشقون للفريق، إلى جانب ذلك تحكمهم الجيد بأبجديات الحواسيب وفن التصاميم والمونتاجات والبيانات الرقمية. من نادي لابد أن يكون ملم ببرامج المونتاج، ملم ببرامج الصوتيات، المونتاج الفيديو أو حتى مونتاج الصوت، ملم ببرامج التصميم، أن يكون لديه صوت جميل، لديه إمكانية على التعليق الصوتي. أولا مستوى تعليمي تكويني، معرفة مدققة ودقيقة حول كرة القدم، ماشي غير كرة القدم من الجانب التقني، يعني من الجانب السياسي الاجتماعي، الانثروبولوجي، يعني الارقام، الاحصائيات، تاريخ الكره، تاريخ الانديه، كل المعلومات اللي تخليك يعني تعرف كيفاش تتصرف. مكلف بالاعلام في الفريق في نادي ولا في منتخب لازم يكون عمل في الجانب الصحفي، يكون عمل وعنده خبره في الصحافه ولا في الرياضه. كي نشوفهم يخدموا، كي نشوفهم يجوا بهذاك الحب تاع الفريق ويخدموا، وكلهم انصار اتحاد العاصمه. ما كانش براني اللي ما يحبش فريق اتحاد العاصمه ويخدم في خليه الاعلام، باسكو سي تري امبورطون. تقدر تكون في خليه الاعلام وتناصر فريق اخر،
تجي شويه واعره شويه. تكون عندها أولا فصحة لسان، مستوى دراسي، لغات أو لغة عربية جد متناسقة، أو حتى إذا كان مجتهد أو له اجتهاد في اللغات الأجنبية الأخرى كالفرنسية والإنجليزية. تكون عندك خبرة يعني في استعمال مواقع التواصل الاجتماعي، سواء الفيسبوك، انستغرام وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي، لأن نحب ولا نكرهوا الواقع الآن في المواسم الأخيرة مواقع التواصل الاجتماعية هي الحلقة الرئيسية في التواصل يعني بين الأنصار والفرق. ولكسب نتائج جيدة من الناحية الإعلامية لابد من توظيف فريق عمل كبير يجمع تخصصات مختلفة، عكس ما تقوم به بعض الفرق المحلية بتكليف موظف واحد فقط للقيام بهذه المهمة الرئيسية الأساسية. خلية الإعلام يجب أن تتوفر يعني على طاقم يكون يعني متكامل، سواء المصور يكون محترف، وأهم شيء الانفوغراف حتى الصحفي الفريق يجب أن يكون يعني في مستوى الفريق. المكلف بالإعلام ما يعملش لوحده، لازم له فريق، والفريق هذا لازم يكون من أشخاص تكون فيهم نفس الخصال والصفات تاع كفاءة وتاع ثقة وتاع احترام والتربية إلى آخره. هي مجموعة، رانا في مجموعة نتشاوروا، كل واحد يمد الفكرة تاعو ونخرجوا بنتيجة اللي تكون ملائمة للفريق وتكون تمد بال ايماج للفريق وتخدم الفريق وحتى الانصار. هذه هي كما خلية النحل يكونوا معاه ناس يخدموا معاه، صحفيين، مصورين، ناس تخدم الكاميرا، ناس تخدم الفيديو، ناس تخدم الاناليز فيديو، ناس تخدم في الديجيتال لي ويب ماستر ولا كوميونيتي ماناجر، ولا هادو كامل يكونوا في خلية الاعلام. لازم لك امكانيات بشريه، هذه الحاجه الاولى، باسكو ما تقدرش تخدم وحدك. ثانيا لازم لك الامكانيات الماديه اللي هي توسكي اوتي انفورماتيك، توسكي ماتيريال دوديو فيزوال، الات الكاميرا وكل شيء هذا. الا راك حاب تعطي نظره جيده للمناصر وللصحفي حتى يقدر يستعمل الصوره هذيك. إذا كان ما عندكش فريق إعلامي لا يمكن لك يعني أن تنجح أو توصل الرسالة التي تريدها إلى الجماهير. إذا ما كانش عندك كفاءات كيف يمكن لك يعني أن توصل الرسالة المطلوبة؟ اليوم يعني ما نقولش صحفي هاوي، لكن يعني أي اللي عنده صفحة فيسبوك ما يقدرش يكون في مكان المتخصص، الصحفي المتخصص أو التقني المتخصص أو الكاميرامان المختص. لا، هذا الوسيلة سهلة. لابد من إعطاء لكل حق حقه، يعني اللي يستاهل مرحبا، اللي ما يستاهلش أخويا شوف له مكان آخر وشغل آخر. حقيقة هي وظيفة مهمة وصعبة في آن واحد، إذ أنهم مرآة النوادي وممثلهم في جميع التحديات، فبهم تتضح الأخبار والمستجدات، وبهم أيضا يسلم الفريق من النزاعات والشقاقات. أنا نشوف فيها شغل حاجة صغيرة، ديتاي صغير، جزئية صغيرة، لكن بهذه الجزئيات مع جزئيات أخرى اللي راح تطور النادي تاعك وراح النادي تاعك يولي حاجة كبيرة. أنه خلية الإعلام قد ما دير وقليل، ورانا نسيو نطوروا خلية الإعلام هذه فريق اتحاد العاصمة، رغم أنه قلت في السابق أنها أول خلية إعلام محترفة. ومن بين مهام المكلف بالإعلام على مستوى الأندية تقديم الصفقات الجديدة للاعبين، فهناك من يقدمهم بطريقة ابتكارية مميزة، أما البعض الآخر فيظهرهم بطريقة فيها الكثير من السخرية وقليل جدا من الاحترافية. أحد المهام تاعو هي هذه، تقديم اللاعب ولا كيفاش راح يفيكولي ليماج، كيفاش راح يبرز صورة الفريق للخارج. تقديم اللاعبين ما زلنا في الطريقة الكلاسيكية، ما زلنا اليوم اللاعب يجي للمكتب تاع الرئيس ولا مكتب النادي ويسيني العقد تاعو، يمضي العقد تاعو. خلينا نحكيو حنايا على الطريقة الكلاسيكية اللي رانا نشوفوها. ما نحكيش انا على فريق ما نسميهش شكون، لابس شورت والمايو تاع البارسا وبليغا حاشاك وجاي يمضي في فريق جزائري. اولا ما احترمتش الفريق، ثانيا ماكش محترم الناس اللي راهي تشوف فيك، ثالثا حتى نلوم انا حتى رئيس الفريق
اللي ما عطاش اهميه للفريق تاعو. عندما قمنا بتقديم اللاعبين قدمنا اللاعبين بطرق مختلفة. هذه الطرق انعكست بشكل إيجابي على الروح الموجودة لدى اللاعب الجديد. يعني عند قدومه إلى نادي لابد، وعندما يشعر باهتمام هذا النادي وبتصويره وبتقديمه بأجمل صورة وما إلى ذلك، يشعر بأنه هو بالفعل جاء إلى نادي كبير. هذا وكانت بعض الفرق في البطولات المحلية تعتمد على أفكار وطرق تقليدية في تقديم اللاعبين عبر كتابة منشورات بسيطة وبصور بالية، قبل أن تبدأ في السنوات القليلة الماضية بالإعلان عن اللاعبين عبر فيديوهات ترويجية إشهارية أو برسومات فيها الكثير من الإبداعات الشخصية. احنا في وفاق سطيف تقريبا الموسم الماضي تقديم اللاعبين كان بطريقه يعني يعرف بمدينه سطيف، اين تم تقديم اللاعبين في المناطق الاثريه للولايه، مثلا في امام تمثال عين فواره. تقريبا استعملنا كل المناطق الاثريه اللي موجوده في المدينه. نعطيك انا مثال بسيط كنا تكلمنا عليه قبل التسجيل. نادي اقبو اللي ينشط في الاقسام السفلى، انا نعطي به المثال لكثير من الانديه الجزائريه المحترفه. طريقه العمل اللي يعملوا بها وطريقه الصور اللي يخرجوها وطريقه الفيديوهات، تشوف الفيديوهات اللي يخرجوهم احسن بكثير من عديد الانديه في القسم الوطني الاول. شفنا مولودية الجزائر باغ اكزومبل العام هذا داروا حاجه جديده، كل لاعب يجي يمضي بالكوستيم. داروا حاجه جديده. شبيبة القبائل لما يجي يمضي لاعب يمضي بطريقه محترفه، لكن كلاس نبقاو دائما في الكلاسيك. بدات بعض الانديه انها تعطي الاهميه لهذا الجانب هذا. نتمنوا ان على الاقل الانديه المحترفه في الجزائر تكون في نفس المستوى الانديه اللي تنشط في الخارج، سواء في افريقيا او شمال افريقيا او في المشرق او في اوروبا، اللي تبقى هي يعني نوعا ما المثال المقتدى به، نظرا للاهميه يعطوها لكره القدم، التاريخ نتاع الانديه هذه والمستوى اللي وصلوا ليه. أما فيما يخص طريقة تقديم اللاعبين في الأندية الخليجية وحتى الأوروبية، فهناك تنويع جديد حتى في طريقة الكشف عن الصفقات، والتي تظهر أفكارا غير مألوفة بسيناريوهات مثيرة تضاهي كبار المخرجين. الناس هربت في العقليات. اولا الفريق يقدم لاعبيه يقدمه مثلا كما قلت لي سابقا في قطر، يبين رموز النادي. الصورة رائعة في الملعب مع رئيس النادي، فهناك يعني أشياء كثيرة تخلينا يعني من نقولوا باللي رانا بعاد كل البعد عن المستوى الخليجي والمستوى الأوروبي. لازم تكون عنده مديرية إعلام ولا مديرية اتصال عالمية. نتكلموا عالميه، ماشي الناس اللي تجيبهم له، يعني حتى عندك جزائريين اللي يقدروا يعملوا لك حاجات في السمع البصري، في المونتاج، في الجرافيزم. الابداع كاين، لكن الذهنيات اللي ما كانش. اما الجانب المالي نهضروا كوتي ماتيريال ما فيش مقارنه. الفرق العربيه عندها الوسائل وعندها لي مويان بلوس كو لي كلوب الجيريان. لما نتكلم على الانديه القطريه والانديه السعوديه فهناك فرق شاسع، يعني الانديه المصريه الزمالك والاهلي مثلا في الترجي التونسي، شوف كيفاش يعمل الانديه الاخرى، يعني فيه فرق واضح يعني. وبسبب ماذا؟ لان الانديه الاخرى التي نتكلم عنها العربيه سخرت وخصصت ميزانيه خاصه بالجانب الاعلامي بالجانب التسويقي، لانها تدرك مدى اهميه هذا الجانب. وهذا الجانب في الجزائر ليس هناك دراسة، ليس هناك تصور، وليس هناك حتى أفكار يعني. إذن يجب أن يكون اهتمام الحسابات والصفحات الرسمية للأندية أو المنتخبات أبعد من مجرد تغطية المباريات. لذا لابد الاقتداء بطريقة تسيير الصفحات الكبيرة للأندية الأوروبية، كما يلزم منح العاملين في الفرق والمراكز والهيئات الرياضية حرية أكبر
بهدف الابتكار وتوسيع الأفكار وتنوير المتابعين والأنصار. الكلام تاعنا ماذا بنا حتى نطوروا كرة القدم الجزائرية بالخصوص والرياضة في العموم. الكفاءات الجزائرية كاينة، لازم نخلي الناس تخدم. الشباب راهو كاين شباب اللي راهم يخدموا، كاين شباب اللي راهم يعطيوا الإضافات. الحمد لله الجزائر عندها الإمكانيات تاعها، سواء إمكانيات مادية ولا إمكانيات بشرية.